السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي سعادة وراحة بال. وحشتوني قوي، ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا ومن دعواتكم الحلوة كلامكم الجميل. انا عمري ما اذيت حد والله، بجد والله انا عمري ما اذيت حد، وعمري ما جيت على حد، وعمري ما طلبت حاجة من حد، بجد والله عمري في حياتي ما طلبت حاجة من حد. انا اهلي نفسي يعني عمري ما طلبت منهم حاجة، حتى الاكل موجود، ده موجود او مش موجود عادي، مش فارق معايا، الحمد لله على كل حال. حتى لو انا نفسي في حاجه ربنا هو اللي بيرزق، ربنا هو اللي بيبعت، اقسم بالله ربنا هو اللي بيبعت يا حبايبي. فانا الحمد لله انا راضيه، الحمد لله راضيه بكل حاجه، وما عنديش غير ولادي بس اللي هعيش لهم العمر كله لحد ما اموت باذن الله. ربنا يخليهم لي يا رب، ما يحرمنيش منهم ابدا ولا يحرمني منكم ابدا يا احلى اخوات واحلى ناس في الدنيا. ودعمكم الحلو وكلامكم الجميل بيفرح قلبي وبيكبر بخاطري، ربنا يديمكم ليا نعمه في حياتي يا احلى اخوات في الدنيا. بحبكم في الله، اقسم بالله بحبكم في الله. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم مبسوطين، كل سنه وانتم معايا، كل سنه وانا معاكم وفرحانه كده بوجودكم الحلو في حياتي. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا. النهارده بقى كان يوم طويل قوي عند اختكم بقى النهارده بجد والله، بس انا ما صورتوش كله طبعا. النهارده بقى من الساعه 3:30 لحد الساعه 7:30 وانا في الارض، والله العظيم تعبانه تعب يعني، ربنا يعيني ويقدرني يا رب. كان انا بنضف البيت، ده كان الصبح تقريبا الساعه 10، والعصر بقى اللي هو بعد قبل العصر قصدي، طبعا العصر ده تبقى بينا الساعه 4:30 عندنا، لكن الساعه 3:30 لحد الساعه 7:30 كنت بعمل عندنا بقى الارض والقمح، قصدي كنا بندرس القمح بقى ونطلع بقى القمح من السنابل كده. بس بصراحه انا ما صورتوش، كان ابني مش معايا وطبعا منه يصورني، وبصراحه اصلا كان الجو كله بقى تراب، الجو كان بصراحه يعني انا عينيا طارت من كتر التراب اللي كان فيها، انا كانت عينيا بتروح مني. وصلنا لحد الساعة 7 وشوية كده تقريبا، وجيت هنا بقى قعدت احاول انا حاجات بقى لوحدي على راسي كده من الارض، طبعا الارض كانت بعيدة شوية، واجي اريح شوية في البيت وبعدين اروح اجيب، واخويا كان بيعمل معانا طبعا. فبصراحة يعني لا، كان يوم طويل من الصبح كده للساعة 7:30 كده، والله احنا داخلين المغرب يعني. انا دخلت البيت وكده وريحت شوية، وبعد كده طلعت تاني. كانت اختي حبيبتي مسامة كانت عامله فيديو، وقلت اما اسمعه شويه وسمعته، وياسين مش عارفه كان جنبي وراح فين، وفضلت ادور عليه بقى بعد ما شفت الفيديو بتاع مسامة. بجد والله ايه ده، انا كنت هعيط، مكنتش لاقيه ابني، انا كان هيغمى عليا والله. بس طلع ان هو عند مرات اخويا، كان هي باين شافته ولقيته لوحده ورا البيت وانا ما كنتش موجوده، وخدته عندها. دورت عليه البيت كله، الدنيا كلها وما لقيتهوش. بصراحه انا ولادي دول عندي بالدنيا كلها، انا فضلت حاضنه ابني ساعه سليمه كده، ان انا خلاص كان قلبي هيقف كده ان ابني مش معايا. يا نهار ابيض، الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. بصراحه الضنا ده اغلى حاجه في الدنيا، الضنا ده شيله في عينيا، اغلى حاجه في حياتي ابني، ولادي الاتنين بالذات الصغير ده، عشان لسه صغير مش عارف حاجه في الدنيا، لسه عنده كمان 4 سنين. فمحمد يعني ايه بيعرف يعني، طبعا بيعرف يتكلم وكده، عنده 12 سنه، وطبعا بيروح مواصلات كده ويركب ويروح مدرسته لوحده عادي. ياسين بقى انا خايفه عليه خالص، ربنا يحرمني منه ابدا، وانا هو ملوش غيري. ياسين ده انا لو مت الصبح، ياسين ده هيترمي في الشارع، ياسين ده مش هيبقى لي حد خالص. طبعا هشاركه طبعا في غسيله ان شاء الله باذن الله، وكمان كل البطاطسين دي عايزه تتغسل، بس ليه مش عارفه الجو بيبقى بالليل برد وبقى بالنهار حر. هو بصوا بيبقى الظهر حر وبالعصر بيبقى في هوا، بيبقى في هوا اكتر يعني. بص انا 3 مراحل كده. ياسين ده كان بيقول لي يا ماما عايزه اعمل يعني لايك يعني، والله هو اللي قال لي نفسه مش مني انا، والله ما في دماغي، انا عايزه اخلص اصلا، لان امي كانت بره البيت، كانت في المعهد وكده يعني، وكانت في السوق كمان بتجيب شويه طلبات، وكنت مستعجله اصلا ان انا قايمه متاخر من النوم، قايمه الساعه 8:30 تقريبا. هو اصلا ياسين لازم يصحينا على طول يعني، ياسين ده
بيصحى بدري وحتى دلوقتي نايم جنبي اهوت، والله أنا باسجل لكم الصوت. نام مني والله العظيم، يعني حميته لمّا روّحنا البيت وعشيته طبعًا، وأنا قُلت إن لازم يعني أغيّر له هدومه وحميته ده علشان خاطر ينام نضيف كده وحلو كده عشان يعرف ينام أصلًا. ربنا يعيني ويقدّرني يا رب على تربيتي لولادي. باحبكم في الله، باحبكم في الله. هو كان فرحان أوي وعايز إننا نقعد كده قدّام الكاميرا نتكلم معاكم كده. فرحان يا حبيبي، ربنا ما يحرمنا منكم أبدًا ولا يحرمكم مني. ربنا يسعد قلبكم يا رب ويسهل لكم الحال. باحبكم في الله، أستودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه يا حبايبي. مع السلامة.